هناك قصة أعجبتني أود أن أشارككم بها. ذكر أحد الأزواج أن زوجته طلبت منه أن يكتب لها عددا من صفاتها السلبية التي يتمنى أن تغيرها، وذلك بناء على طلب لأحد الجمعيات النسائية التي تشترك فيها زوجته. فما كان من الرجل إلا أن كتب: أحب زوجتي كما هي ولا أرى فيها ما يعيبها، وأعطاها الورقة في ظرف مغلق كما طلبت الجمعية من أعضائها. في اليوم التالي عاد ليجد زوجته تقف عند باب المنزل وفي يدها بقة ورد وتستقبله بالدموع من شدة الفرح. كانت مفاجأة عظيمة بالنسبة لها، خاصة إنها كشفت عن ذلك المديح على الملأ. قال الزوج: كان لدي أكثر من 10 أخطاء تقع فيها زوجتي، إلا أنني علمت أن العلاج لن يكون بذكرها أبدا، وخصوصا أمام الناس. والعجيب أن زوجته تحسنت بالفعل وعيوبها قلت. أتدرون لماذا؟ إنه سحر المديح الذي لا يقاوم، قوة الثناء التي لا تضاهيها ماديات. عادة ذكر العيوب والسلبيات وكثرة الملاحظات والنقد يولد الحزن والنفور والعناد، أما المديح فيبعث الحب والسرور ويعطي طاقة إيجابية دائما ومتجددة داخل البيت وفي محيط الأسرة.